لكن المنتخب الجزائري اليوم كان يحقق ربما أقوى انتصار وأرفع انتصار، لأنه ضيع عديد الأهداف وفي الأخير كما تحققش الأهداف وتضيع الأهداف بالطريقة اللي ريناها تولي تلعب بالنار. والجزائر في الأخير الكرة الأخرى لو حسنوا الاستغلال نتاعها بعد دقيقة 90 منتخب بوركينا فاسو اللي كان ما يستحقش التعادل كان ينجم ياخذ التعادل. علاش ما نشاطرش برشا تفاؤل صديقي بسيوف، لانه المنتخب الجزائري كان بامكانه ينهي المقابله من الشوط الاول، كان جاهز فنيا بدنيا، الفريق معناها متكامل جدا. فريق بوركينا فاسو صعب جدا صعب جدا، انا نقول لك صعب جدا، نعرف على شنو نتكلم، هو الدابه السوداء الفريق التونسي. طيب بس انت قلت منين نتعداو يعرض لنا بوركينا فاسو. طيب بس انت ذكرت انها تلعب بالنار.